الراجل كان بيتمنظر قدام زمايله وبيقول إن الفلوس مجرد أرقام. فجأة صف عربيات فخمة وقف، ونزلت مساعدة جميلة قالت له إنه مطلوب يستلم مجموعة أغنى رجل. استغرب ورفض الكارت الأسود، لكن لما شاف السي او اكتشف إنهم شبه بعض وطلعوا توأم اتفرقوا من سنين. السي او كان لازم يسافر يصلح مشكلة كبيرة في فرع بره، خسرت الشركة مليارات ونزلت الأسهم، فطلب من أخوه يمسك إدارة البلد مؤقتا. الراجل قال إنه مجرد دليفري ومشي يكمل شغله. بعد ساعات المساعدة لقت الراجل راجع متعور، سألها لو لسه يقدر يستلم الشركة، فقالت له إن العرض قائم. كانت مش فاهمة ليه غير رأيه. السبب إن الراجل وهو بيوصل اوردر اكتشف مراته ليندا بتخونه مع جاك اللي طلع راجل غني والأمن واقف معاه. جاك أهان الراجل وليندا اعترفت إن ابن ال10 سنين مش ابنه، وقدام الناس كلها أدته ورقة طلاق. الأمن ضربه جامد والراجل أقسم إنه هينتقم، علشان كده رجع للمساعدة. تاني يوم راح مكتب السي او والمساعدة أدت له عقد زواج لازم يكمله بدل المدير. الراجل اتردد، بس لما عرفت إن خطيبة المدير عمرها ما شافته وافق. قابل لورا في كافيه وبدأت تضايقه علشان شكله فقير، وطلعت مجرد مساعدة للخطيبة. حاولت تشتري منه العقد بشيك، لكنه قال لها إن شركتها هتفلس بعد 3 أيام. وهي ماشية ظهرت الخطيبة اللي كانت سامعة. سألته عن كلامه فقال لها إنه تحليل. فجأة جالها اتصال إن مشروع الشركة وقع والأسهم بتنهار. طلبت مساعدته فقال لها توقف المشروع الحالي وتعيد تشغيل مشروع الطاقة الجديد. نفذت كلامه ووصلهم استثمار ووقفت الخسارة. انبهرت بقدراته ورفضت تلغي الخطوبة. رجع الشركة والمساعدة قالت له في مزاد مهم بالليل. راح ببدلة شيك، وهناك قابل ليندا وجاك. ليندا سخرت منه وقالت إنه مجرد دليفري، حاول يتجنبها، لكن الناس بدأت تسخر هي كمان. جاك قال للأمن يطردوه، لكنه تفاجئ بخطيبة السي اي او جاية توقفهم.